يعني كان عندي اجابه قويه جدا وفاكرها طبعا. قلت له والله يوم ما اعمل الكلام ده، عشان انا متعاقد مع النادي كشركه ولا كزملكاوي. انا راجل زملكاوي وبعلن ان انا بموت في الزمالك يعني متربي جوه النادي، اضحك على الناس. فقلت له لو انا زملكاوي كويس هقول لك ده انا هشتم نفسي كشركه. قال لي اشمعنى؟ قلت له طب الجونين بتوع امتى اللي اتلغوا ازاي يعني هبتدي انقد نفسي ان هو كراجل بديل شركه وما عرفتش ان انا افوت الجونين بتوع امتى، واتغلبنا في الماتش ده وماتش السوبر يعني. فطبعا ايه كله هري يعني زي ما بيقولوا. ما انا اقول لحضرتك انت شايف يعني هو رياضي، يعني انت اعلامي، يعني هي العمليه اهلاوي وزملكاوي كل واحد يطلع يتكلم بس. لا هو مش كده، بس انا عايز اقول للاستاذ عمرو على حاجه. يمكن انا حد من الناس اللي موجودين في النادي الاهلي من سنين يعني. ده فعلا اتقال جوه النادي الاهلي، ده فعلا قالوا الجمعه ورددوا للاعلام. لا بس وائل خد بالك عايز اقول لك حاجه. لا بس انا ده بيرددوا مجلس الاداره. لا اقول لك حاجات وبيقولوا لنا ما تقولوش، بس لا هو اشتغلوا على ده صحيح. ولا اول جمعه هقول لك حاجه. وائل ابتدى يقول الكلام ده بعد ما ابتدوا يخسروا نقاط كتيره. بالظبط. واخد بالك؟ مش عايزيننا، لو مش على الاول عايزين فريق معين. خد المفاجاه بقى. الكلام ده بيتقال لي من وائل جمعه دايركت ليا في التليفون، ما هو صاحبي. يعني خد بالك وائل برضو عشره عمر يعني طويل، يعني عشره طويله جدا مع المنتخبات والكابتن جوهري من 2001. بيقول الكلام ده وهو مقتنع بيه. ما انا باجي اقول له يعني بقول له بص وائل ما تصدقش نفسك. واخد بالك ازاي؟ بص على فرقتك، يعني بص على فرقتك يعني. قلت له انت تعرف عمرو وهبي؟ يعني المصداقيه اللي عند عمرو وهبي تفتكر ان انا هرفع سماعه التليفون لاي مسؤول جوه اتحاد الكوره واقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا؟ اذا كنت انا واقع مع الناس بتوع اتحاد الكوره. واخد بالك ازاي؟ معلش سوري.